ازيكم؟ بما ان احنا محتوى كله عن الاسماء، بنقارن بين الاسماء وبنغني للاسماء ونقول معناها وصفاتها وكمان دلعها، وكمان بنقول اسماء من القرآن وعندنا محتوى كبير. النهارده انا جايه اقول لكم فكره جديده لفيديو جديد ويا رب يعجبكم. النهارده انا هجيب اسمين وهقارن بينهم في صفاتهم، وخلونا نقول مثلا اول اسم سليم وتاني اسم معانا سفيان. الاتنين اتحطوا في موقف، تعالوا نشوف سليم وسفيان ازاي هيتعاملوا. شخص هادي جدا وطبعه هادي ورزين، بيحب يفكر ويعمل كل حاجة ببطء، ويفكر قبل ما يعمل الحاجة مرة واتنين وتلاتة. على عكس تماما سفيان شخص متسرع وبيحب ينجز في وقته وبيحب ينجز في كل حاجة، بيحب يعمل كل حاجة بسرعة وما بيحبش يأجل حاجة. سليم وسفيان راحوا الشغل، عندهم شغل كتير جدا، مديرهم ألزمهم إن النهاردة لازم تخلصوا كل شغلكم. مسك سليم الشغل وقرر إن هو هيخلصه واحدة واحدة وعلى مهله، إن شاء الله يمشي الساعة 1 بالليل، المهم إن هو يخلصه ببطء ويعمله بدقة جدا. على عكس سفيان، مسك شغله وقعد بسرعة بسرعة ينجز ويخلص. انا مش لسه هقعد، انا مش لسه، لا انا همشي في ميعاد شغلي عادي، بس الفكرة ان انا هخلص بسرعة اكبر كم ممكن لان انا ما بحبش اجل حاجة. زمايلهم في الشغل يتكلموا معاهم، طبعا سليم هادي ومركز في عمله وبيعمل الحاجة بدقة جدا. سليم حد يا جماعة يعني رايق جدا، حد منظم وهادي. سفيان قاعد ايوه اتكلمه ويضحك ويقول نكت ويهزر وهو بيعمل شغله، هو حد فكاهي جدا. سفيان خلص سفيان فعلا وفضل قاعد سليم لاخر اليوم. انا بالنسبه لي احيانا اختلافنا ما بيبقاش حاجه وحشه، احنا محتاجين نكمل بعض. يعني سليم محتاج ان هو يسرع شويه، مش كل حاجه يعملها ببطء كده لان ده هياخد منه كتير ومن طاقته كتير. وبرضه العكس، سفيان محتاج انه يهدى شويه ويتعامل ببطء لان السرعه هتجيب له مشاكل كتيره. وده وجهة نظري في اسم سليم واسم سفيان، يعني انا لو قدامي سليم وسفيان شايفاهم بالشكل ده. انتوا ايه رأيكم؟